ليه ساعات بتحس ان مشاعرك ضدك؟ الحقيقة ان في وقت بيجي علينا كلنا، بيجي لنا احساس تحس ان انت زعلان او مكتوم، بس مش فاهم انت حاسس بايه بالظبط. الحقيقة وبكل بساطة ان اللي بيحصل هو خلط ما بين المشاعر والفكرة. يعني مثلا لما تقول انا خايف من المستقبل، الخوف من المستقبل اللي انت بتقوله ده دي فكرة، لكن المشاعر الحقيقية اللي من وراها ايه؟ قلق وخوف واضطراب. الحقيقة ان المشاعر ليها اسامي، ولما بتقدر تسمي المشاعر انت بتقدر تتحكم فيها، ولو ما عرفتش تسمي المشاعر هي اللي بتتحكم فيك. قول لنفسك انا قلقان، انا متعصب، انا زعلان، انا متوتر، وريفر الاحساس اللي انت حاسس بيه. ولما بتقدر تسمي المشاعر الحقيقة ان قوتها بتقل بنسبة 50%. تاني الخلاصة ان مفيش مشاعر ملخبطة، هو في مشاعر بنقدر نسميها وفي مشاعر انت لسه ما سميتهاش. وده طبعا بيحصل بالحضور، والحضور اتكلمنا عليه في الفيديوز اللي فاتت، ان انت تقف مع نفسك وتفكر في كل احساس انت حاسس بيه، انا حاسس بده ليه، والاحساس ده نوعه ايه بالظبط. ولما بتقدر تعمل كده هتحس ان الاحساس ده فعاليته قلت بنسبة كبيرة جدا. تاني عرفوني في الكومنتس ايه رأيكم، ولو حد ليه تجارب او افكار يا ريت نتشارك فيها مع بعض. ثانك يو.